السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا غادة من قناة منوعات غادة شعراوي. هنعمل ان شاء الله زي ما قلنا لكم سلسلة كده حلقات للدايت وافكار جميلة. طبعا كله مستغرب طعمية ايه ده؟ الطعمية طبعا دي انا جايباها جاهزة، يعني ينفع ناكلها طبعا ونعملها في البيت معاكم. الطعمية عبارة عن ايه؟ عبارة عن فول مدشوش وخضرة، فما فيهاش فيها اي دسم، وان شاء الله الطعميه بالطريقه اللي انا عاملاها ديت كويسه للدايت. تمام، ما فيهاش سعرات حراريه عاليه. تمام، احنا مش هناكل الكميه دي طبعا كلها بردك. تمام، انا هنا حطيت الطاسه تيفال ووطيت عليها النار، وزي ما انتم شايفين دهنت الطاسه بزيت الزيتون دهنه خفيفه، وحطيت الطعميه وحطيت عليها كزبره. بصوا بقى منظرها عامل ازاي. وممكن طبعا نحطها في الفرن، بس طبعا انا بنجز وقت فبنحطها على ورق زبده وبتحطيها في الفرن، بس انا عشان بنجز وقت عملتها بالطريقه دي، وان شاء الله هتعجبكم. وهنعمل بردك جنب الطعميه هنعمل ايه؟ هنعمل بيض بردك، معلقه زيت زيتون صغيره، نزلنا عليها فلفل الوان، بس الفلفل ده مش اصفر واحمر، ده فلفل اصفر وفلفل اخضر رومي، بس الفلفلايه نفسها فيها احمر. تمام، اللي هي الفلفل الرومي يعني ملونه فيها احمر. حطيناها ادينا لها تشويحه مع زيت الزيتون، وبعد ما اتشوحت نكون احنا محضرين الطماطم متقطعه والبقدونس والبيض. انا حامله هنا 3 بيضات، محطوط عليهم فلفل اسود وقطر كمون وملح. نزلت بعد ما اتشوحت شويه بسيطه زي ما انتم شفتوا، ما خدتش وقت. شوحت الخضار، حطيت الطماطم. تمام، نزلت بعد كده بالخضرة. وطبعا يعني الوجبة دي مش هيبقى فيها عيش طبعا، هتاكلي مثلا قطعتين طعمية مع طبق البيض دوت بالخضار. تمام قوي، ده كده الفطار، ما نزودش يعني. لو حابة تاكلي الطعمية ممكن تاخدي الطعمية مع مثلا رغيف سن او نص خبز عيش حبة كاملة. وبعد كده هننزل احنا هنا بالبيض، فطار جميل وشاي. وهنغطيها بقى، نوطي عليها كده ونغطيها في الطاسة، نغطي الطاسة وهتطلع بالشكل ده، ومقطعة معاها خيار وجرجير. شايفين المنظر بتاعها عامل ازاي؟ حاجة كده ولا اروع، واحلى فطار. طبعا انا خدت معاها قطعتين طعمية وكلنا البيض بالمعلقة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده بالنبي يعني اي حد يقول ده فطار دايت، فطار جميل ما يخليكيش تبصي لاي حاجة بره. وانا عامله لكم افكار اليوم كلها، وزي ما بعمل لنفسي يعني بوريكم، وان شاء الله بيكم هتشجع باذن الله. طبعا بصوا الطعميه الوش التاني فاتح شويه ازاي، في بصوا الطعميه التانية من قدام الطبق محمره شويه، واللي تحت فاتح شويه، عشان يا دوبك احنا عاملينها على الطاسه. زيت الزيتون كان اتشرب من الناحيه التانية فعمل التحميره الجميله دي، لكن الناحيه التانية طبعا ايه، لا هي لمسه خفيفه. نخش بقى على فكره الغدا باذن الله. انا عامله بقى فاصوليا بيضه، نقعتها في الميه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، وبعد ما نقعتها وكده صفيتها في مصفى، وحضرت حله حطيت فيها ميه، ورحت حطيت فيها الفاصوليا، وحطيت رشه كمون وسبتها تتسلق. طب افرض انت بعد الاكل ده برضك حسيتي بين الغدا والفطار ان انت جعانه، بتاخدي بقى خيار، بتاخدي خس. هنا بعد ما استوت بوريكم يعني ان هي استوت، بدوبها لكم في ايدي كده بقولكم ان هي استوت. طب هنعملها ازاي بقى يا غدا دايت؟ بسيطه قوي، بصلايه، حاجات كلها المسموح لنا في اليوم، وحطيت عليها طماطين قطعتهم ممكن تدقيهم. ومفروض انا احط برضك ايه نص معلقه اللي محطوطه دي، بس هي الازازه غصب عني نزلت اكتر من انا ما عايزه. هتشوفوا دلوقتي حتى البصل هيشرب شويه زيت الزيتون دول، ومش هيبانوا اصلا ناشفه خالص،
مفيهاش اي نسبة دهن خالص. بص بقى لونها بقى عامل ازاي، حلوة قوي كده اللي هي تطلع ريحتها. عارفين يا بنات انا لما عملت الطريقة دي حسيت بريحة ايه؟ والله ما هتصدقوا، والله ما هتصدقوا، حسيت بيها بريحة تقلية الكشري. حاسة انا بعمل كشري، انا ده ريحتها اللي جه في مناخيري بصراحة. او نفسي امرة بالسوق بقى ما تعرفوش. دي جزرتين مبشورين وقطعة بنجر صغيرة خالص، ثمرة صغيرة خالص، دي كلها ثمرة اللي هي البنجر ده. طبعا عارفين فوائد البنجر وبس ما نكترش منه برضك. تمام. وندي تشويحة مع البصل زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا بقى شايفين اهو، نديلها تشويحة. والطماطم برضك يا بنات ما نكترش منها. انا خدت طماطمايه في الفطار، هاخد طماطمايه في الفاصوليا. طبعا هنا الفاصوليا انا هحطها عليها بعد ما اديتها التشويحه، واحط بقى انا بشره طماطم بس بشره طماطميتين. طب هتقولي انت مش قلتي ان احنا ناكل مثلا طماطميتين في اليوم ما نزودش على 2؟ طيب ما انا مش هاكل كل الكميه دي مره واحده، لو هاكلها مره واحده يبقى انا اكلت الثمرتين ولا ايه؟ انا لما نزلتها هنا ريحه الثوم مع الجزر مع البصل مع البنجر والكلام ده، الخلطبيطه دي تحفه تحفه تحفه، الريحه بتاعتها والله ما كلام. جربوها شوفوها بالطريقه دي. اللي حابب طبعا يشيل البنجر ده اختياري هو والجزر. انا حتى الطماطم صغيره عندي مش كبيره قوي. وبعدين بقى ايه، هروح نازله بقى ايه طبعا زي ما قلت لكم بالطماطم اللي انا بشراها. اقلبها كده مع بعض. وبعدين بقى ايه احط التوابل، هيبقى رشة ملح وفلفل اسود. رشة الملح دي ممكن تبقى ربع معلقة صغيرة، ورشة فلفل اسود وبقلبها زي ما انتوا شايفين كده. بس هنا كانت النار اتطفت مني ومكنتش اعرف. اجيب بقى شوية مية كده زي ربع كوباية كده، حبة زي دول كده. بصوا اكنها صلصة. شايفين المنظر؟ البنجر طبعا مدي لون، والطماطم مع الجزر يعني صحية ولذيذة. مش عايزة اقول لكم بقى ايه الجمال ده. دي بقى بتاخديها طبق فاصوليا مع شوية السلطة. ولو حسيتي انك انتي عايزة تاخدي حاجة جنبها تاني، ممكن لو في قطعة لحمة، قطعة بانيه، قطعة حتة فرخة صغيرة. هي اصلا الفاصوليا البيضة مغذية وبروتين نباتي. فزي ما انتوا شايفين كده، شوفوا لما غليت بقى منظرها عامل ازاي. فزي ما قلت لكم ايه، دي بتعتبر بروتين. هيبقى غداكي عبارة عن، انا اكلت شوية يعني، خدت طبق كده حبة حلوين من دول وقدمتها بقى. حطيت حواليها كده جرجير ومع سلطة بردك خضرة، وممكن زي ما قلت لكم قطعة لحمة او جنبها بردك بروتين لو عايزة قطعة لحمة. مفيش او الظروف او الفاصوليا البيضة تستغنى عن اللحمة لانها بروتين، والبروتين مهم ليه؟ عشان يكون العضلات اللي هي بتأدي ايه الى تسيح الدهون. وكده ده طبق الغدا بتاعنا الجميل. نخش بقى على العشاء. العشاء بتاعنا اللذيذ كوباية شاي بلبن من غير سكر. طبعا لو عندك المحلي الصناعي ممكن تستخدميه، بس الافضل ما تستخدموش يعني. بس لو انت مش قادرة وكده ممكن المحلي الصناعي لو قادرة تجيبيه. مش قادرة، شوية لبن كده مع شوية شاي حلوين قوي. اللبن خالي الدسم. طب انا ما عنديش، انا بحب البلدي عاملة زيي. انا بشيل بسيبه اول ما يهدى كده ويعمل قشطه ليه، او احطه في التلاجة يعمل قشطه، واروح شايله القشطه واخده هو ده اللبن. ابقى انا خففت الدسم بتاعه قوي. وبالهنا والشفا عليكي. هما بيقولوا الميكسات بتثبت الوزن، بس يعني مش بصفه دوريه تكتري منهم يعني، ليكي مشروب او 2 في اليوم.
والعشاء خفيف، واليوم اهو اتقضى وجميل وبرضك مش مكلف قوي واقتصادي، برضك بيض وخضار وفاصوليا وشاي بلبن. متنسوش بقى يا حبايبي لو الفيديو عجبكم وقدرت افيدكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. متنسوش تدوسوا لايك وشجعوني كده، ولو في اي اسئله اسألوني في الكومنتات. واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه.